مجلس إدارة النادي الأهلي هيدخل لاعب الملاهي وهيركبوا الزحليقة وتفاصيل في غاية الأهمية، واعتبر إن ده أول موضوع هنتكلم فيه. ركوب نجم النادي الأهلي الزحليقة ودخوله إلى الملاهي، وتعالى لي لأن الحلقة النهاردة نارية، وده أول موضوع. تاني موضوع معانا أزمة بتواجه النادي الأهلي في صفقة عمر كمال عبد الواحد وتفاصيل في غاية الأهمية. تالت موضوع هنتكلم فيه يا كاريزما وهو شطب بطولة الكونفدرالية وإلغائها تماما، وتعالى لي الحلقة النهاردة نارية وأزمة بتواجه نادي الزمالك. دول 3 مواضيع. رابع موضوع هنتكلم فيه ده انا عايز رأيك فيه يا كاريزما في خانة الكومنتات، وهقرا كل الكومنتات، وهو عودة رمضان صبحي الى صفوف النادي الاهلي. الموضوع ده بالاخص يا كاريزما انا عايز اقرا كل الكومنتات يا كاريزما واعرف رأيك في موضوع عودة رمضان صبحي، وتعالى لي لان الحلقة نارية. ولكن قبل ما نبدأ الحلقة، لو انت اهلاوي اكتب عاش الاهلي، ولو انت زملكاوي اكتب عاش الزمالك، واهم حاجة يا كاريزما تصلي على النبي وترزع اللايك يا كاريزما. صلي على النبي وارزع اللايك يا كاريزما. تعالى لي لان الحلقة دي تستحق اللايك. تعالى لي بقى يا كاريزما. اول موضوع هنتكلم فيه بقى يا كاريزما وهو الغاء بطولة الكونفدرالية بداية من الموسم الجديد. فبالتالي سؤال بيطرح بلح، هنسلك بقى ونشتغل كويس في الدوري ولا مش هنخش الكونفدرالية؟ خلاص ما بقاش فيه حتة الكونفدرالية، ما بقتش خلاص بح. الاتحاد الدولي قال لك ان بطولة الكونفدرالية 90% خلاص هيلغوها، فبالتالي مش هيبقى فيها الا حاجتين، دوري ابطال افريقيا والدوري الافريقي. فبالتالي اسلك واشتغل للبطولة اللي هتوديني كاس العالم للاندية واحاول اخدها ولا لا؟ لازم اشتغل ولازم اتعب في الدوري علشان ربنا يكرمني في خلاص ما بقاش فيه بقى، ما بقاش فيه. فبالتالي يخش دوري الابطال يا بلا. فبالتالي نشتغل، هنبقى رجاله يا كاريزما، هنلعب بقى يا زمالك، هنشتغل ونكمل الدوري على خير، ولا مش هيبقى في كونفدراليه في الموسم الجديد. فبالتالي دوري ابطال افريقيا يا نمسك فيه بايدينا واسناننا ونمسك في الدوري ونلعب بقى بما يرضي الله ونبطل حرق الدم بقى في الجماهير ونشتغل على نفسنا، ولا مش هنخش دوري ابطال افريقيا ولا هيبقى في كونفدراليه وهنقول يا مولانا كما خلقتني في الموسم الجديد. فبالتالي لازم نشتغل على نفسنا يا كاريزما عشان ربنا يكرمنا. ده بالنسبة لأول موضوع. هنخش في تاني موضوع وهو أزمة بتخص النادي الأهلي في صفقة عمر كمال عبد الواحد، وهي ركز معايا وفتح مخك معايا يا كاريزما. بص يا سيدي، الاتحاد الأفريقي منع لك منعا باتا ان اي لاعب يشارك في بطولتين، دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية. فبالتالي عمر كمال عبد الواحد جاي من نادي فيوتشر اللي كان مشارك في الكونفدرالية ولعب 5 مباريات فيها. فبالتالي عمر كمال عبد الواحد بيواجه أزمة، وهي عدم اللعب في بطولة دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي لأنه مشارك في الكونفدرالية يا كاريزما. فبالتالي أزمة بتواجه النادي الأهلي. أنا عايز رأيك في خانة الكومنتات، هل غياب عمر كمال عبد الواحد من صفوف النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا هيكون مؤثر أم لا يا كاريزما؟ من وجهة نظري الشخصية النادي الأهلي يمتلك كوكبة من ألمع نجوم كرة القدم في مركز عمر كمال عبد الواحد، ومن وجهة نظري الشخصية مش هيأثر بشكل كبير جدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا. طيب هنخش لنقطة في غاية الأهمية، وهي صفقة عمر كمال عبد الواحد بعد ما النادي الأهلي نهاها وخلاص الموضوع انتهى وخلص. بناء عليه
تم رحيل عبد الرحمن رشدان لمدة موسمين ونصف، زائد احمد خالد كباكا موسمين ونصف، زائد محمد زعلوك موسمين ونصف، مقابل صفقة عمر كمال عبد الواحد. هنيجي بقى للنقطة الأهم واللي أنا هكلمك عنها دلوقتي، نقطة في غاية الأهمية. ارزع لايك وصلي على النبي. الملاهي، النادي الأهلي قرر وبشكل نهائي هيركب أحد نجوم النادي الأهلي الملاهي، وهيركبه الزحليقة، وهو صلاح محسن. بعد انهاء صفقة عمر كمال عبد الواحد، كلنا عارفين ازمة صلاح محسن انه ما يروحش نادي فيوتشر مقابل صفقة عمر كمال عبد الواحد. فبالتالي النادي الاهلي قدامه 3 حلول. اولا فسخ التعاقد مع صلاح محسن، يعني النادي الاهلي يجيب صلاح محسن يقول له يا ابني انت عقربت في صفقة عمر كمال عبد الواحد، فبالتالي انا مش عايزك، هنفسخ التعاقد. ولكن في حالة فسخ تعاقد صلاح محسن سوف يتم دفع قيمة العقد كاملا. فبالتالي النادي الاهلي لو جاب صلاح محسن قعد معاه عشان يفسخ العقد، هيدفع النكتة على طول، النكتة يشتغل والاخضر هيور كده. فبالتالي اللحاليح هتشتغل. فبالتالي صلاح محسن ممكن يكون عايز ده، ولكن في حالة رحيل صلاح محسن بعد ما ياخد اللحاليح هيروح فين؟ نادي فيوتشر قفل الباب معاه، نادي بيراميدز قافل الباب ضبة ومفتاح. فبالتالي مش هيبقى قدامه الا حل وحيد، وهو الرحيل لنادي الزمالك. نقطة. ولكن هل نادي الزمالك جاهز انه يتعاقد مع صلاح محسن؟ اين اللحاليح؟ فين اللحاليح؟ مفيش. اين القيد؟ مفيش قيد. فبالتالي قيد نادي الزمالك موقوف، مفيش، يعني في ازمات. فبالتالي صلاح محسن هتبقى وجهته المقبله الى اين؟ ده في حاله فسخ تعاقده مع النادي الاهلي. طيب تاني حل التلاجة او ركوب الملاهي او الزحليقه. فبالتالي صلاح محسن سوف يتم معاقبته بطريقه غير مباشره. فبالتالي النادي الاهلي ممكن يقول لك ايه؟ قعدولي بقى دك، قعدوا لي دك. ولكن هل يفرق مع صلاح محسن؟ صلاح محسن قال لك لا عادي، ايه يعني اقعد دك؟ ما هقعد دكه وهقبض برضو، ما عنديش مشكله، وهناخد بطولات وهاخد مكافآت والدنيا هتبقى بيس والدنيا هتبقى حلو. طيب تالت نقطه وهي مرضيه اللاعب حتى انتهاء عقده. هفضل ارضيك، هتلعب ما ارضيك، مش هتلعب. فبالتالي الموضوع مع صلاح محسن منتهي. فبالتالي نخش بقى في الموضوع اللي بعده. والحقيقة الموضوع اللي بعده ده صعب، يعني الموضوع اللي بعده ده صعب جدا جدا جدا. ليه بقى بقول لك صعب جدا؟ لأن الموضوع ده حساس قوي. يعني هل عودة رمضان صبحي هتكون في الوقت الحالي نقطة فاصلة مع رمضان صبحي وجماهير النادي الأهلي والموضوع هيبقى فري وعادي، ولا ده اللي النادي الأهلي بيجس نبض الجماهير من ناحيته؟ يعني لما تلاقي المهندس عادل القيعي طالع بيتكلم عن عودة رمضان صبحي او امكانية عودة رمضان صبحي، زائد ان برضو الاستاذ ابراهيم المنيسي يطلع يلمح ان ممكن رمضان صبحي يعود للنادي الاهلي من جديد. فبالتالي في حاجة هنا بقى، لا ده في سؤال لازم يطرح نفسه. هل انت كأحد جماهير النادي الاهلي تقبل بعودة رمضان صبحي ام لا؟ لا ده انا عايز الاجابة وهقرا كل الكومنتات. انا عايز اجابة عن الموضوع ده بالاخص، يعني انا عايز اجابتك انت يا كاريزما في الموضوع ده بالاخص. انا من وجهة نظر الشخصية ومن اللي انا شايفه في الفترة الحالية من كمية الضغط على النادي الاهلي سواء بقى من الاعلام، لاني خد بالك ده الموضوع ده في اعلاميين كتير قوي 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 بيتكلموا عنه. لما يكونوا اعلاميين من النادي الاهلي زي المهندس عادل القيعي وزي الاستاذ المحترم ابراهيم المنيسي يطلعوا يتكلموا على امكانية عودة رمضان صبحي الى صفوف النادي الاهلي، فالموضوع برضو يخليك انت بقى كمشجع دماغك تراستر. انتوا ناويين على ايه؟
بتجسوا نبض جماهير النادي الاهلي ولا ايه ظروفكم؟ فبالتالي لما تلاقي كابتن احمد شوبير وتلاقي ابو المعاطي وتلاقي اكتر من اعلامي اهلاوي ويطلعوا يتكلموا عن امكانيه عوده رمضان صبحي، لا انت دماغك تراستر بقى. لا ده كده في تمهيد من تحت لتحت، ده كده في حاجه بتطبخ في مجلس إدارة النادي الأهلي وفي الغرف المغلقة. لازم نكون فاهمينها ولازم نكون عارفين الكلام بيدور حوالين إيه بالظبط. هل ممكن عودة رمضان صبحي في حالة الاعتذار للجماهير أم لا؟ ما دي كلها أسئلة لازم تطرحها على نفسك ولازم تجاوبني عليها، لأن أنا عايز أعرف إجابتك أنت كأهلاوي، شعورك أنت كأهلاوي إيه؟ هل ستقبل بعودة رمضان صبحي في حالة اعتذاره ليك كأحد جماهير النادي الأهلي أم لا؟ طيب لو قلنا مثلا عودة رمضان صبحي، طب ما كده أحمد فتحي عايز يعتزل داخل جدران النادي الأهلي، كده عبد الله السعيد عايز يرجع للنادي الأهلي وعايز يعتزل داخل جدران النادي الأهلي، وكده برضو حسام عاشور عايز يرجع تاني ليعتزل داخل النادي الأهلي. طب ما انت لو هترجع رمضان صبحي الأولى انك تجيب أكتر لاعب حاصل على بطولات في النادي الأهلي وهو حسام عاشور، تجيب عبد الله السعيد أفضل صانع ألعاب اللي عايز يعتزل عندك، تجيب احمد فتحي عايز يعتزل عندك. فبالتالي انت لو هتفتح الباب لرمضان صبحي فهتفتح الباب لبعض لاعبين النادي الاهلي السابقين. ولكن انا من وجهة نظري ومن تجاربي اللي انا شايفها مع النادي الاهلي مثلا في المواقف اللي فاتت، عصام الحضري يعني ساق طوب الارض على النادي الاهلي، ده دخلك ناس تقيلة جدا 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 في الدولة. عندك برضو حسام وابراهيم حسن، ده انت عندك لعيبة كانت من افضل وامهر اللعيبة اللي موجودة في مصر، فبالتالي كانوا عايزين يرجعوا للنادي الاهلي ولكن انت رفضت علشان خاطر مبادئك وقيمك. فبالتالي انا لما الاقي مثلا رمضان صبحي هيرجع فبالتالي لا بقى تعالى لي ده هتبقى ليله والليله. ولكن انت من وجهه نظرك الشخصيه انا عايز اعرف شعورك انت ايه، يعني سيبك مني انا عايز اعرف شعورك كاهلاوي ايه. هل ستقبل؟ احنا ممكن مثلا نقول لك لو امام عاشور عايز يرجع ممكن نرجعه، ممكن نقول لك مثلا مصطفى محمد لو عايز يرجع نقول لك نرجعه، ممكن اي لاعب عندنا معادي، يعني عندنا احنا ما فيش مشكله، عندنا وحصلت بدل المره 2 و3. عندك شيكابالا مضى للنادي الاهلي وجا عندنا عادي، عندك شيكابالا قال لك انا نفسي اعتزل في الاسماعيلي مع رامز جلال وقلنا ما فيش مشكله، يعني عندنا الموضوع فري. لكن انا عايز اعرف انت ايه رايك يا كاريزما في عوده رمضان صبحي الى صفوف النادي الاهلي، واقرا كل الكومنتات يا كاريزما. واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الحلقه تنول على اعجابكم، وبكده نكون وصلنا لنهايه كلامنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام عليكم.